الحلقة التانية جت بعدها بسنين طويلة شوية، فأنا في أولى سنة أو تانية سنة ودخلت معهد إعدادية الدعاة، فلقيت الناس هناك عندها هاجس إن أنت لازم تتخصص في حاجة، إن أنت بتدرس نحو وصرف وبتدرس فقه وأصول فقه وسيرة، بس أنت الهدف المستقبل إنك لازم تتخصص. فقعدت أفكر بقى أنا لازم أبقى أتخصص في حديث، أتخصص في السيرة. خد بالك أنا كده بنخلع من فكرة حاجات كتير لفكرة التخصص في حاجة واحدة. ربنا قدر ان اظن سنة 96 او 97 مش فاكر، جه الشيخ شعراوي الله يرحمه وجي انا من بورسعيد اصلا، فجاء هيدي لقاء لايف اللي هو بيبقى في المسجد وبيتصور بعد كده بيجي في التلفزيون ده، تمام. فرحت حضرت، فبعد المحاضرة هم ماشيينه جوه، يعني في حبل من هنا وحبل من هنا والناس ورا الحبل من هنا والناس ورا الحبل من هنا، وهو ماشي في النص بعد ما خلص المحاضرة وماشي. فواحد قال له ايه، مولانا اتعلم ازاي كده؟ فقال له ايه، اعرف شيء عن كل شيء، تمام، وكل شيء عن شيء. بعد كده انا عرفت ان العبارة دي كليشيه يعني بتتقال يعني، بس انا كنت اول مرة اسمعها في حياتي من الشيخ شعراوي. يا سلام، اول مرة. يبقى موضوع التخصص ده مش لازم، بدأت الفكرة تضرب تاني معايا. لو انت مش لازم تكون متخصص، انت بتعرف حاجة عن كل حاجة. فبدأت اتعامل مع المواد بتاعة المعهد اللي عندنا، لا انا اتعلم ده واتعلم ده واجل موضوع التخصص ده مش وقته يعني. بالتزامن، عشان كده بقول لك هي بتيجي مجموعة احداث بتتداخل، بتكون البرسوناليتي وبتكون الشخصية وبتكون الورلد فيو بتاعتك من غير ما انت بتكون عارف ان هي دي الاحداث اللي كونت. صحيح. بالتزامن اظن 97 98 اتعرفت على الشيخ محمود شاكر ككتابات يعني. فالشيخ محمود شاكر له قصة كده دايما بيحكيها، ان هو انعزل في البيت لمدة 8 سنوات، وان هو تعامل مع المكتبة العربية والتراث العربي كالكتاب الواحد. ففكرة التعامل مع التراث كله بعلومه كلها كأنما هي علم واحد، كأنما هي كتاب واحد، سمعت معايا برضو. انت هو كله مفتح على ايه؟ كله مفتح على بعضه. فالفكرة عمالة ايه، من موارد مختلفة عمالة تترسخ. الفكرة من اكتر من مورد عمالة تترسخ. دخلت كلية اداب قسم لغة عربية. وكلية اداب كلية ايه يعني اندر ريتد الى حد كبير بصراحة، والناس بتبص لها يعني بصة، وده نتيجة لتراجع الاهتمام بالعلوم الانسانية للأسف الشديد في العالم العربي. ان تقدر تقول بالبلد كده هي ما بتأكلش عيش، ودايما التعليم مهتم يعني مرتبط بالاقتصاد. يعني تلاقي الكلية بتكتسب قيمتها شغل بتأثيرها الاقتصادي والكارير اللي هي بتعمله. صحيح. إذا الشغلانة الكلية بتعمل كارير بتكتسب قيمة. مثلا كليات العلوم الإسلامية في السعودية لها قيمة كبيرة جدا لأن لها كارير ولها وظائف ومرتبات وقضاء ووضع اجتماعي ووضع مالي. كليات العلوم الإسلامية هنا مثلا زي كليات الأزهر وبتاع ملهاش نفس الوزن. هتشتغل إيه، إمام وخطيب، مش عارف إيه المرتبات، مش عايز أدخل في الإيه في التفاصيل الناس كلها عارفاها يعني. فكلية أداب كلية أندر ريتد